برغم اللي احنا فيه ده، في حاجة مستفزة كتير بتحصل معانا. من حق احنا بنحاول نشغل نفسنا بأي حاجة، بس هي ملازمانا. هو هي غزة. طالما احنا كشعب مصري او كجهة أمنية كبيرة جدا، احنا مش عارفين ندخل حتى ازازة مية لاخواتنا في غزة. عندهم مجاعة. شوف الحرب بقالها قد ايه، واحنا على الاقل يعني ان احنا بنعرف ننام وفي بيت ساترنا وفي اكل وفي شرب، وعندنا تلاجة مية ساقعة في الصيف نشربها، وعندنا حنفية بنجيب منها مية وبنعرف ناخد شاور والدنيا معانا في السندوسي يعني. بس الموضوع ده بقى مستفز، الموضوع ده بقى يخلي الواحد كده بيفكر فيه زيادة عن اللزوم، حتى لو مش مبين، حتى لو كنت بطلع اعمل فيديوهات على نادي الزمالك، على بس الحاجة دي ما ينفعش نعمل زي حكام العرب ونودي وشنا كده، لا. انا قاعد فكرت فكرة كده. طيب نشوف الوقت، طالما ما احنا مش عارفين ندخل لهم اكل يا عيني، ومش عارفين ندخل لهم اي مساعدة، نشوف الوقت اللي اتجاه البحر عندنا بيروح لهم الشمال لغزة. ليه ما نأمنش السلع بتاعتنا؟ ليه ما نأمنش السلع بتاعتنا ونحطها حتى لو في قلل، حتى لو في زير؟ والله يا جماعة مش استهبال، حتى لو هنحطها في زير ونرسلها لاخواتنا بري من عن طريق البحر، وان شاء الله يعني يوصل من عن طريق البحر ودي تبقى يعني تبقى فكرة كويسة جدا. طالما احنا مش عارفين ندخلهم الحاجات من المعبر، ما هي كده كده بتبوظ يا جماعة وبتترمي، فاحنا نعمل طريقة افيد، وان شاء الله هتوصل. اتمنى يا شباب انكم توصلوا الفكرة دي على قد ما نقدر، واسمنا بنقترح على بعض حاجة احتمال ان شاء الله تكون كويسة، وربنا يلطف بأهلنا في غزة يا رب ويرحمهم. ويا رب يا رب اجعل غزة منصورة دايما، فلسطين حرة.